ارجو انك تكون سامعني بوضوح. اهلا بيك شريف. اتفضل. نعم اسمعك بوضوح. نعم شريف، اود ان اقول في بدايه رسالتي الان ان بورسعيد تعيش منذ امس وحتى اليوم عرسا حقيقيا للديمقراطيه كما وصفه المراقبون والعديد من القوى الوطنيه، حيث عزفت صباح اليوم الموسيقى العسكريه الاغاني الوطنيه لمده 3 ساعات متواصله في ميدان الشهداء. بالفعل بورسعيد تجني الان والعديد من وكل محافظات مصر تجني الان ثمره ثوره 25 يناير. الان شريف بالفعل اغلقت اللجان الانتخابيه ابوابها، وقبل دقائق معدوده شهدت اللجان الانتخابيه اقبالا ضعيفا. وكما تسمع قول لي ايه اللي بيتم اعلانه من خلال القوات المسلحه؟ نعم تم اعلان الان كما سمعت شريف في مكبرات الصوت غلق ابواب اللجان، وهم ينادون على الناخبين حتى حتى الدقائق الاخيره من انتهاء وقت. طيب يبدو انه في مشكله في الصوت، لكن احنا سمعنا اكتر من معلومه عايز اقول لحضراتكم عنها، وهي مساله انه بالفعل بدأ اغلاق